السلام عليكم إخوة حبيبي. المغرب بتكتب التاريخ، بتسطر التاريخ وبتبعت رسالة للعالم كله: اتعلموا من المغرب. المغرب تغزو العالم وتتوج بكأس العالم للشباب تحت 20 سنة. جيل عظيم كبير. تحتاج تقعد انت كده وتفكر وتقول: هو ازاي كده؟ ازاي الصعب بقى سهل بالنسبة للمغرب؟ ثم الأحلام بقت حقيقة. إيه أحلام؟ إن يكون عندك منتخب عربي بطل كأس العالم، حاجة ما نقدرش نتخيلها. دي أحلام صغيرة حولها المغرب إلى أحلام حقيقية في ملحمة النهاردة. تأهل من مجموعة نارية كانوا كله بيستصعبها، النهاردة بيوصل إلى النهائي، بيكسب الأرجنتين 2-0 في أول 28 دقيقة. وخلينا نقوله إنجاز مفيش أفضل ولا أحسن منه كده. المنتخب المغربي هو الأفضل في العالم، هو الأفضل في العالم بلا منازع، بالأرقام، بالأداء. وتعالى روح بس شوية للمباراة، تعالى روح في المباراة، لأن ربنا ده كبير قوي. اوعى الظلم، اوعى والظلم. الهدف الأول قبله كان في تدخل من حارس المرمى على اللاعب خارج ال 18، وأي تدخل خارج ال 18 من أي لاعب أو من الحارس يعني كارت أحمر مباشرة. الحكم قاعد يبص يمين شمال واحتسبها ضربة حرة مباشرة من على حدود ال 18، وأعطى لحارس المرمى إنذار وأبقاه في حراسة المرمى علشان خاطر ياسر الزبيري هداف كاس العالم. لك ان تتخيل افضل لاعب في كاس العالم هو عثمان معمة مغربي، وهداف كاس العالم ياسر الزبيري. عايز ايه تاني؟ ياسر الزبيري بيلعب ضربة حرة مباشرة، حارس المرمى في الجون كأنه مش موجود، بيلعبها وبيسجل هدف عالمي 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 عالمي. لو يعني اقدر اقول سنتين هدف عالمي. هدف كان في الدقيقة 12 بعد الرجوع بقى لتقنية الفار. مش بس كده، في الدقيقة 28 بنتكلم على كرة بتتقطع من نص الملعب. نعيم بياري بيقطع الكرة من نص الملعب، يلعبها في أقصى اليمين لأفضل لاعب في البطولة عثمان معمة، انطلاقة ويروح ويقف وياخد اللاعب يمين في شمال، شمال في يمين، ويعمل عرضية على المغمض، لأن اللعبة دي اتلعبت أكتر من مرة، ويقابلها على طول تاني ياسر الزبيري ويسجل الهدف التاني، وتنحسم المباراة من الدقيقة 28. رسالة للجميع قبل ما تتكلم على المغرب: اتعلم من المغرب. رسالة للجميع: احنا كمنتخبات عربية وأفريقية ومنتخبات عالمية، لأن المغرب ما بقتش مرجع للعرب فقط، بقت مرجع للعالم كله. أي منتخب حابب أنه يتوج بكاس العالم عليك انك تتفرج على التجربة المغربية، وتقف وتتفرج وتشوف ايه السبب ان بقى عندك افضل لعيبة في منتخب ال17 ومنتخب ال20 وكل الاصناف وال16. ايه السبب اللي خلى المغرب متقدمة بسنين ضوئية، مش على العرب ولا على افريقيا، على العالم. البرازيل فشلت في التتويج بكاس العالم، الارجنتين فشلت بالتتويج في كاس العالم، اسبانيا فشلت بالتتويج بكاس العالم. كل الاسماء اللي انا بقولها لك خسرت من المغرب. الارجنتين اكتر منتخب متوج بكاس العالم 6 القاب، خسر من المغرب. اكتر منتخب مشارك في كاس العالم 18 مشاركة، يعني مش حاجة جديدة، خسر من المغرب. ارفع راسك فوق، انت مغربي بتكتب التاريخ وبتغزو العالم في كرة القدم، وبتسطر تاريخ صعب على اي حد انه يتوقعه. لو في يوم من الايام قال لك منتخب المغرب هيكون بطل كاس العالم، هتقول له مفيش الكلام ده. النهارده كل احلامك بقت حقيقة، فمليون مبروك لكل الشعب المغربي. ولازم اذكر الملحمه اللي كانت موجوده من الجماهير من اول يوم، من لما كسبت المنتخب الاسباني، ملحمه من الجمهور موجود، اعداد كبيره جدا. لما كسبت البرازيل اعداد كبيره جدا، ولا في مباراه ال 16، ولا في قدام الولايات، ولا امام كوريا، ولا امام فرنسا في مباراه ملحميه. والنهارده شوط اول من افضل الاشواط اللي اتلعبت الشوط الاول. اما الشوط الثاني فاداء تكتيكي من الدرجه الاولى. قول مليون مبروك. انا رايح اكمل تحليل. بص
انا هرجع اكمل تحليل المباراه تاني واتفرج على الفرحه واشوف اللعيبه وهي بتفرح وهم بيفرحوا، لان انا لازم افرح معاهم. منتخب يرفع الراس ويشرف. مش بس كده، ده حاجه عظمه العظمه. لو الارجنتين عندها ميسي وعندها مارادونا ولا نه، فالمغرب عندها اسود حرفيا. اخواتي وحبايبي، سلام.